مساء الخير أو صباح الخير حسب الوقت اللي بتسمعني فيه. الحقيقة مش فارقة كتير. الأيام بقت شبه بعضها لدرجة إن فكرة الزمن نفسها بقت تسيح جوايا. فاكر زمان لما كنا بنستنى يوم الخميس عشان الأجازة، أو بنفرح أول الشهر عشان المرتب نزل؟ فاكر أنت اللهفة دي؟ أنا تقريبا نسيتها. أنا هنا النهاردة مش عشان أقدم لك حلول سحرية ولا عشان أرسم صورة وردية للحياة. أنا هنا عشان عايز أتكلم بصوت عالي شوية، يمكن صوتي يوصل لحد حاسس بنفس اللي أنا حاسس بيه. عايز أتكلم عن إحساس بيخنق ناس كتير أوي مننا، إحساس إننا بنجري في ساقية مربوطة، بنلف وندور في نفس الدايرة، وبنستهلك طاقتنا وعمرنا عشان إيه بالظبط؟ صحيت النهاردة بدري كالعادة، على الساعة لسه ما جاتش 6، بس الجسم بقى بتبرمج. المنبه بيرن، صوت مزعج بيكسر سكون الفجر الهادي. بصحى بقفله بسرعة كأني بقفل على صوت ضمير اللي بيصحى هو كمان يسألني: أنت مبسوط؟ بقوم بنفس الخطوات اللي حفظتها عن ظهر قلب: الحمام، القهوة، سندوتش سريع ما بلحقش حتى أحس بطعمه. نفس الروتين ونفس الخطوات ونفس الوشوش اللي بشوفها في الشارع كل يوم في نفس المواصلات، وشوش تعبانة وملامح بهتانة وعيون تايهة، بس مش بنفس الإحساس. زمان كنت بحس بيهم، كنت بحس إني واحد منهم، بنشارك بعض رحلة الكفاح اليومية. دلوقتي بقيت بحس إني بتفرج عليهم من ورا إزاز عربيتي أو إزاز مكتبي أو يمكن إزاز غربتي عن نفسي. كل يوم بيعدي زي صفحة في كتاب بنقلبها بسرعة من غير ما نقراها كويس. بنعد الأيام ونعد الشهور ونعد السنين، بس أنا حاسس إني مش بعدي معاها. أنا واقف في مكاني، الزمن هو اللي بيجري حواليا. أنا بشتغل، أيوة بشتغل، وبشتغل كتير أوي كمان، بس مش عايش. اللي هتسمعه هنا مش مجرد قصة بحكيها، دي وجيعة، وجيعة مكبوتة جوا صدور كتير مننا بنعيشها كل يوم، واحنا ساكتين وبنخاف نتكلم عنها لا تتفهم غلط، أو عشان ما نبقاش نكديين في وسط عالم بيجري وبيحتفل بالنجاح المادي الظاهري. حلقة النهاردة عننا كلنا، عنك وعني وعن كل واحد فينا حاسس إنه محبوس في قفص الشغل والمسؤوليات، وبيتفرج على العمر وهو بيتسرسل من بين إيديه زي الرملة، وإحنا مشغولين في الشغل، أو بمعنى أدق مشغولين عن الحياة، مشغولين عن ضحكة طفلنا اللي كبر فجأة وما بقيناش نعرف تفاصيله الصغيرة، مشغولين عن قعدة حلوة مع أهالينا اللي الزمن بيعلم على ملامحهم وإحنا مش واخدين بالنا، مشغولين عن نفسنا، عن روحنا اللي بتصرخ جوانا عايزة تتنفس، عايزة تحس، عايزة تعيش بجد. هنحاول نفهم مع بعض إيه اللي وصلنا لكده، وإزاي ممكن نلاقي سكة تانية، سكة نشتغل فيها عشان نعيش، مش نعيش عشان نشتغل، سكة نسترد فيها إحساسنا بالحياة قبل ما يفوت الأوان. خليكم معايا، الرحلة دي ممكن تكون صعبة شوية، بس يمكن في آخرها نلاقي نور. كل يوم في نفس الميعاد بالدقيقة والثانية بقوم على صوت المنبه، الصوت اللي مبقاش مجرد تنبيه، بقى عامل زي صفارة بداية سباق أنا مش عايز أجريه أصلا. بفتح عيني بالعافية، بحس بتقل جفوني كأنهم شايلين هموم الدنيا كلها. بقوم، جسمي بيتحرك لوحده، خطواتي حافظة طريقها للحمام، للمطبخ، لللبس، زي ما تكون متبرمجة على وضع التيار الآلي. بفطر حاجة خفيفة أو ساعات ما بفطرش أصلا، شوية قهوة سادة مرة زي مر الأيام اللي احنا عايشينها، وبخرج. الشارع بقى قصة تانية خالص، زحمة الصبح اللي تخنق، كلاكسات العربيات اللي بتصرخ زي الناس اللي جواها، وشوش تعبانة مكشرة، أو في أحسن الأحوال فاضية، فاضية من أي تعبير حقيقي. كل واحد ماشي في ملكوت لوحده، حتى لو كتفه لازق في كتفك في المترو أو الأتوبيس. الناس ماشية بسرعات مختلفة، اللي بيجري عشان يلحق ميعاده، واللي ماشي ببطء كأنه بيسحب رجليه بالعافية،
بس كلها ماشية، كل واحد شايل همه على كتفه، شايل أحلامه اللي دبلت، شايل روح اللي بتنهار في صمت ومحدش واخد باله. أوصل الشغل، نفس المبنى بنفس الأسانسير ونفس الوشوش، وبقابل كريم. كريم صاحبي وزميلي في المكتب اللي جنبي. ابتسامته الباهتة المعتادة اللي على وشه بيسألني السؤال الروتيني: عامل ايه يا صاحبي؟ وبرد برضه الرد الروتيني: الحمد لله كله تمام. كلمة الحمد لله بتخرج مني بتلقائية زي ما اتعودنا نقولها، بس قلبي من جواه بيصرخ ويقول لأ، أنا مش تمام، أنا تايه، أنا مخنوق، أنا حاسس إني بضيع. بس ما ينفعش أقول كده، ما ينفعش أبوظ مود الصباحية ده، وما ينفعش أظهر ضعفي قدام حد، فبنكمل تمثيلية إن إحنا كويسين. إحنا بقينا بنكذب على بعض وبنكذب على نفسنا كمان، بنقنع نفسنا إن هي دي الحياة، إن التعب ده طبيعي وإن مفيش بديل، وبنقول أكل العيش مر، وبنكمل أكل المر ده كل يوم وإحنا ساكتين. بنقول ربنا بيعين، وفعلا فعلا ربنا بيعين، بس يمكن إحنا اللي مش بنساعد نفسنا، يمكن إحنا اللي بنستسلم للدوامة دي. السعي مطلوب والشغل مهم، محدش ينكر ده، بس هل السعي معناه إننا ننسى نفسنا؟ هل معناه إننا نتحول لتروس في مكنة ضخمة ما بتهمهاش غير الإنتاجية والأرقام؟ بقينا شبه الآلات، بنشتغل عشان نعيش، عشان نجيب فلوس تغطي مصاريف الحياة اللي كل يوم بتزيد. بنشتغل عشان نأمن مستقبل ولادنا، عشان نوفر لهم اللي احنا معرفناش نوفره لنفسنا. كلها أهداف نبيلة مفيش كلام، بس في وسط كل ده نسينا إن احنا نعيش أصلا. نسينا إن الحياة مش بس فواتير ومصاريف ومسؤوليات، الحياة فيها ضحك الطفل، فيها لمة عيلة، فيها قعدة حلوة مع صاحب، فيها لحظة صفا مع نفسك، فيها إحساس بجمال غروب الشمس، فيها متعة قراية كتاب بتحبه، فيها حاجات بسيطة أوي ضاعت وسط زحمة الشغل. العجلة بتلف وما بتهداش، وإحنا معاها بنلف وطاقتنا بتخلص، روحنا بتدبل وعمرنا بيجري. والسؤال اللي بيطاردني كل ليلة قبل ما أنام: هو أنا لو فضلت كده هوصل لإيه في الآخر؟ فاكرين كريم اللي حكيت لكم عنه في الأول؟ كريم ده نموذج لناس كتير نعرفهم، يمكن نكون احنا نفسنا كريم في مرحلة ما من حياتنا. موظف في شركة كبيرة من الشركات اللي بيسموها مالتي ناشونال، مرتبه محترم جدا بالمقاييس المصرية، عربيته أحدث موديل، ساكن في كومباوند من كومباوندات الشيك اللي بنشوفها في الإعلانات في كل حتة. من بره حياة مثالية، صورة طبق الأصل للنجاح اللي المجتمع بيرسمه لنا. بس لما قعدت مع كريم مرة في الكافيه هادي كده بعيد عن دوشة الشغل، الصورة دي اتهزت تماما. كريم كان بيتكلم بصوت واطي، وكأنه خايف حد يسمعه، أو يمكن خايف يسمع نفسه. قال لي: يا صاحبي أنا مش لاقي نفسي، أنا حاسس إن عايش حياة مش بتاعتي. كل يوم بصحى الصبح كأني رايح السجن مش الشغل، بشتغل 10 أو 11 ساعة، ضغط رهيب، اجتماعات ما بتخلصش ومطالب ما بتنتهيش، برجع البيت مهدود، جسمي متكسر ودماغي لسه بتفكر في مشاكل الشغل. ما بيبقاش عندي طاقة أتكلم مع مراتي وولادي ولا حتى أضحك في وشهم. بقعد قدام التلفزيون بقلب في القنوات وخلاص، أو بفتح اللابتوب أكمل الشغل الناقص. ولادي بيكبروا قدام عيني وأنا مش حاسس بيهم، مراتي بتحاول تفتح معايا كلام بس أنا ببقى مش قادر أركز. أنا مش حاسس بأي معنى في اللي أنا بعمله، مجرد ترس في مكنة ضخمة. لو الترس ده وقع النهاردة، بكرة هيجيبوا 1000 واحد غيره يكمل مكانه. كلام كريم كان زي السكاكين بتقطع في قلبي، حسيت بوجعه وحسيت بصدقه كل كلمة قالها، كأن الروح بتتسحب منه حتة حتة. وكل يوم بيكمل عشان بس عنده مسؤوليات وعنده أقساط وعنده التزامات. بيكمل مش عشان هو عايز، مش عشان هو لاقي نفسه في الشغل ده، لأ، بيكمل عشان مضطر، عشان خايف لو ساب الشغل مش هيعرف يلاقي غيره، أو ما يعرفش يعيش بنفس المستوى اللي اتعود عليه هو وأسرته. الخوف، الخوف هو اللي بيخلينا نكمل في طرق إحنا مش مقتنعين بيها. الخوف من المجهول، الخوف من الفشل، الخوف من كلام الناس،
وبننسى إن الرزق ده ليه مصادره، وإننا لازم نسعى له بثقة وتوكل. بننسى إن الشغل ده وسيلة مش غاية، وسيلة عشان نعيش حياة كريمة مش عشان نتحول لعبيد للشغل نفسه. أنا بشتغل بس مش عايش، الجملة دي قالها لي كريم، وفضلت ترن في ودني أيام وليالي. حسيت إن مش بس جملة كريم لوحده، دي جملة جيل بحاله، جيل اتربى على إن النجاح يعني فلوس ومنصب وشكل اجتماعي معين. نسي إن النجاح الحقيقي هو راحة البال، هو السكينة الداخلية، هو الإحساس بإنك عايش حياة ليها معنى وقيمة حتى لو كانت بسيطة. الشغل مهم ومحدش يقدر ينكر أهميته، العمل له قيمة كبيرة في بناء حياتنا وتحقيق ذاتنا. بس هل العمل معناه إننا نبيع روحنا؟ هل معناه إننا نضحي بصحتنا النفسية والجسدية؟ هل معناه إننا ننسى إن لينا أهل محتاجين وجودنا؟ وإن لينا نفس ليها علينا حق؟ التوازن. التوازن دي كلمة السحرية اللي ضاعت مننا في زحمة الحياة. لازم ندي كل جانب من جوانب حياتنا حقه، شغلنا، نفسنا، أهالينا، علاقاتنا. الشغل مش دايم مهما كان منصبك ومرتبك، ممكن في لحظة كل ده يروح، بس روحك هي اللي باقية معاك. لو ضيعتها في السكة هتلاقي نفسك في الآخر وحيد ومنهك ومكتئب، حتى لو معاك فلوس الدنيا كلها. على فكرة الروح مش متحملة الضغط ده كله لوحدها، محتاجة تتنفس، محتاجة تتغذى بحاجات تانية غير الشغل والفلوس، محتاجة تحس بالحب، بالاهتمام، بالتقدير وبالمعنى، محتاجة تعيش. المشكلة الأكبر في الإحساس اللي بتكلم فيه ده، إحساس إنك بتشتغل بس مش عايش، إنه إحساس داخلي قوي محدش بيشوفه بعينه. اللي حواليك أهلك وصحابك وزمايلك في الشغل وجيرانك شايفينك بتروح وتيجي، بتشتغل وبتقبض مرتب، وساعات بتضحك، بترد على رسايلهم على الواتس، تعمل لايكات على الفيس. فالطبيعي إنهم يفتكروا إنك بخير، إنك تمام، وإن مفيش حاجة. مين فيهم بيقف يسأل نفسه هو فلان ده كويس بجد ولا دي مجرد قشرة؟ مين فيهم بياخد باله إن ضحكتك اللي شافها امبارح دي كانت متأجرة، طلعت بالعافية عشان تعدي الموقف؟ مين بيلاحظ إن ردودك بقت مختصرة وباردة، مش عشان أنت قليل الذوق، لأ، عشان أنت ببساطة ما عندكش طاقة للكلام؟ إحنا بقينا عايشين في جزر منعزلة جنب بعض، كل واحد في دايرته وفي مشاكله وفي همومه. بنبني حوالين نفسنا أسوار عالية من الصمت والتظاهر بالقوة، وبنستغرب لما نلاقي نفسنا لوحدنا. بنشتكي من الوحدة وإحنا اللي بنختارها كل يوم بإيدينا. بنخاف نظهر ضعفنا، بنخاف نطلب مساعدة، بنخاف نكون عبء على اللي حوالينا، ونقول لنفسنا كل واحد في اللي مكفيه. الجملة دي على قد ما فيها جزء من الحقيقة، على قد ما هي بتقتل أي فرصة للتواصل الحقيقي. فاكرين زمان لما كان الجار بيسأل على جاره بجد، لما كان الصاحب بيحس بصاحبه من غير ما يتكلم، لما كانت الناس قلوبها على بعض أكتر؟ يمكن أنا ببالغ شوية، ويمكن دي نوستالجيا الأيام ما بقتش موجودة، بس الأكيد إن حاجة اتكسرت في علاقتنا. بقى فيه سطحية غريبة، بقى فيه استعجال، بقى فيه خوف من الغوص في أعماق البعض. السوشيال ميديا كمان لعبت دور كبير في الموضوع ده. بقينا بنقدم للعالم نسخة مثالية من حياتنا، صور بنضحك فيها، بوستات بنحتفل فيها بنجاحاتنا حتى لو صغيرة، ستوريز بنبين فيها إننا مبسوطين وعايشين أحلى حياة. وفي المقابل بنشوف النسخ المثالية دي من حياة غيرنا، فبنحس إننا لوحدنا اللي تعبانين ولوحدنا اللي بنعاني. بنقارن كواليس حياتنا المتعبة بواجهة حياة الغير اللي بتلمع، فبنزيد نفسنا إحباط على إحباط. كل واحد فينا بيحاول ينجو بطريقته، بيحاول يلاقي أي طوق نجاة يتعلق بيه في بحر الحياة المتلاطم اللي احنا فيه ده. بس المشكلة إننا بقينا بنغرق مع بعض، كل واحد في مركب لوحده من غير ما نمد إيدنا لبعض. بنشوف اللي جنبنا بيغرق وبنقول يا رب سلم، ونكمل تجديف في مركبنا احنا. نسينا أهمية التعاون والتكافل الإنساني.
نسينا إن الكلمة الطيبة والسؤال الحقيقي عن الحال ممكن يفرق كتير قوي مع حد حاسس إنه لوحده وتايه. بقينا لوحدنا حتى وإحنا وسط الناس. إحساس قاسي قوي على فكرة، إحساس إنك شفاف، إن محدش شايفك ومحدش حاسس بيك. بتمشي وسط الزحمة كأنك طيف، بتتكلم ومحدش بيسمع من قلبه، بتضحك والضحكة مش واصلة لعينك حتى. إحساس إن محدش عالم باللي جواك ومحدش شايف حقيقة مشاعرك وكسرة قلبك. إحنا كبشر محتاجين لبعض، محتاجين نحس بوجودنا في حياة بعضنا، محتاجين حد يطبطب علينا ويقول لنا أنا هنا، أنا حاسس بيك. يا ترى إحنا بنعمل كده مع اللي حوالينا؟ يا ترى بنحاول نشوف اللي ورا الضحكة الباهتة؟ يا ترى بنسأل السؤال الصح أنت تمام بجد؟ ولا بنكتفي بالمجاملات السطحية ونكمل طريقنا؟ يمكن لو بدأنا بنفسنا، لو حاولنا نكون أكتر حساسية للي حوالينا، ولو حاولنا نكسر أسوار العزلة اللي احنا فيها دي، يمكن ساعتها نلاقي حد يكسر أسوارنا احنا كمان. الوقت أغلى حاجة بنملكها في الدنيا دي، ومع ذلك أكتر حاجة بنفرط فيها بسهولة. بنتعامل معاه كأنه نهر جاري ما بيخلصش، وبنفضل نأجل ونأجل، بنأجل الفرحة ونأجل الراحة، نأجل اللمة الحلوة، نأجل اللحظات اللي المفروض نعيشها ونحس فيها بجد. بنقول لنفسنا بكرة أو بعده، لما أخلص المشروع اللي في إيدي ده، لما أترقى، لما أجيب شقة جديدة، لما الولاد يكبروا شوية. ولما دي ما بتجيش أبدا. الوقت ما بيستناش، بيجري بسرعة رهيبة، أسرع مما نتخيل. فاكرين أول يوم دخلتوا في الجامعة؟ طيب فاكرين أول يوم شغل؟ فاكرين يوم فرحكم؟ يوم ما شلتوا أول طفل ليكم؟ الأيام دي كانت كأنها امبارح، صح؟ طب بصوا حواليكوا دلوقتي، شوفوا السنين جريت ازاي. العيال كبرت، الواد الصغير اللي كنت بتشيله على كتفك بقى أطول منك، البنت اللي كنت بتضفر لها شعرها بقت بتختار لبسها لوحدها وليها أسرارها اللي ما تعرفهاش. كبروا وانت مشغول، مشغول في الشغل ومشغول في توفير الفلوس، مشغول في الجري ورا لقمة العيش. فاتتك تفاصيل صغيرة كتير أوي في رحلة كبرهم دي. فاتتك أول كلمة، وفاتتك أول خطوة، أول يوم مدرسة وأول يوم نجاح وأول خيبة أمل. كنت موجود بجسمك يمكن، لكن عقلك وروحك كانوا في حتة تانية خالص. كنت مشغول. وأهالينا، أهالينا كمان كبروا. الأب اللي كان سندك وظهرك بدأت التجاعيد تظهر على وشه، وبدأ يتعب من أقل مجهود. الأم اللي كانت نبع الحنان والدفء شعرها بيض، وبقت محتاجة لك جنبها أكتر من أي وقت فات. بس أنت فين؟ مشغول برضه. بتزورهم زيارة سريعة كده في الأجازات، أو بتكلمهم مكالمة سريعة برضه تطمن عليهم وخلاص، وفاكر إن أنت كده عملت اللي عليك. بس هما محتاجين لك أكتر من كده، محتاجين وجودك الحقيقي، محتاجين قعدتك معاهم، ومحتاجين يسمعوا صوتك وأنت بتحكي لهم عن يومك، محتاجين يحس إنك لسه ابنهم الصغير اللي بيجروا عليه وقت الشدة. الإحسان ليهم مش بس بفلوس وهدايا، الإحسان ده وقت واهتمام وحب حقيقي. هنلحق نديهم حقهم ده إمتى؟ قبل ما يروحوا ونسيب نفسنا للندم اللي ملوش آخر؟ والشمس اللي بتطلع وتغرب كل يوم، منظر الشروق الساحر وألوان الغروب اللي بتخطف القلب. كم مرة وقفت تتأمل الجمال ده بجد؟ كم مرة حسيت بعظمة الكون حواليك؟ ولا أنت مشغول حتى عن دي؟ مشغول في زحمة الصبح وأنت رايح الشغل، ومشغول في زحمة الليل وأنت راجع. الأيام بتعدي روتينية ومتشابهة ومملة، وأنت مش واخد بالك إن في كل يوم جديد فرصة للحياة، فرصة للتأمل، وفرصة للشكر على النعم، وفرصة للتغيير. إمتى هنلحق نعيش اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي؟ إمتى هنفصل بجد من الشغل ومن الموبايل ومن كل الدوشة اللي حوالينا دي، ونقعد نضحك شوية من قلبنا مع الناس اللي بنحبهم؟ إمتى هنسمع أغنية حلوة ونستمتع بيها؟ إمتى هنخرج نمشي في مكان هادي ونشم هوا نضيف؟ إمتى هنعمل الحاجات البسيطة اللي كانت بتفرحنا زمان ونسيناها؟ ولا خلاص القطر فات، الوقت ضاع؟ هل فعلا وصلنا مرحلة إننا ما بقيناش عندنا وقت للحياة؟
هل الشغل والمسؤوليات بقوا أهم من روحنا وسعادتنا وراحة بالنا؟ الأسئلة دي بتوجع أوي، لأنها بتفكرنا بكل اللحظات الحلوة اللي ضيعناها، كل الفرص اللي فوتناها، وبكل الأوقات اللي كان ممكن نكون فيها أسعد، ولو بس كنا واخدين بالنا. لو بس كنا فاكرين إن العمر ده قصير ومحدود، وإننا في النهاية هنبص ورا ونشوف إيه اللي عملناه بجد، إيه الذكريات الحلوة اللي صنعناها، وإيه الأثر اللي سبناه. لازم نقف وقفة مع نفسنا، وقفة حقيقية وصادقة. لازم نعيد ترتيب أولوياتنا، ولازم نفتكر إن الحياة لحظات، لحظات لو معرفناش نعيشها صح هتعدي ومش هترجع تاني أبدا. بنفضل نجري ونجري ونجري وفاكرين إننا أبطال خارقين، وإن صحتنا دي مضمونة وموجودة على طول. بنضغط على نفسنا لأقصى درجة، بنطنش علامات التعب والإرهاق اللي جسمنا بيبعتها لنا. بنقول شوية صداع وهيروحوا، أو شوية أرق عاديين من كتر التفكير، شوية وجع ظهر طبيعي من القعدة الطويلة على المكتب. بنتعامل مع جسمنا كأنه مكنة ما بتعطلش، وبننسى إن ليه حق علينا ولازم نحافظ عليه، لحد ما يجي اليوم اللي الجسم هيقولك فيه كفاية، أنا ما كنتش قادر أكمل. اليوم اللي المكنة دي بتقف غصب عننا وعنك. وده اللي حصل معايا بالظبط. في يوم من الأيام، يوم عادي زي أي يوم، كنت في اجتماع مهم في الشغل، وفاكر كويس إن كنت بحاول أركز في الكلام اللي بيتقال، بس حسيت بدخة غريبة، وعينيا بدأت تزغلل، ونفسي بدأ يضيق. قلت لنفسي أكيد من قلة النوم أو ضغط الشغل، هانت كلها ساعة والاجتماع يخلص وأبقى كويس. بس الدوخة زادت، وحسيت إن الدنيا بتلف بيا، ومرة واحدة كل حاجة بقت سودة. ما صحيتش غير وأنا في المستشفى، وزمايلي حواليا قلقانين. الدكاترة عملوا فحوصات وتحاليل، وفي الآخر الدكتور قعد معايا وقال لي بنبرة كلها جد: يا أستاذ، اللي حصل لك ده مش بسيط، ده جرس إنذار قوي جدا. جسمك بينده عليك وبيقول لك ارحمني. أنت عندك إرهاق جسدي وعصبي شديد، اللي بيسموه دلوقتي البرن أوت. لو ما ريحتش وفصلت تماما لفترة، المرة الجاية ممكن تكون العواقب أخطر بكتير مما تتخيل. أنت لازم تاخد أجازة إجبارية أسبوعين على الأقل. ممنوع أي مجهود، وممنوع أي تفكير في الشغل، ممنوع أي ستريس. كلام الدكتور كان زي الصعق. أجازة أسبوعين؟ طب والشغل؟ طب والمواعيد؟ طب والمسؤوليات؟ بس ما كانش فيه أي مجال للنقاش. صحتي كانت في خطر حقيقي. رجعت البيت ومعايا أجازة مرضية لمدة أسبوعين. أول يومين في البيت حسيت براحة غريبة، إحساس إني أخيرا هنام براحتي وأصحى براحتي، مش مضطر أعمل حاجة. بس بعد كده بدأ الفراغ يتسلل جوايا، فراغ مميت. قعدت قدام التلفزيون أقلب في القنوات بملل. فتحت اللابتوب، مسكت الموبايل، شوية فيسبوك شوية واتساب، وزهقت. حسيت إني مش عارف أعمل حاجة. إيه ده؟ وأنا حياتي كانت عبارة عن شغل وبس؟ وهنا كانت الصدمة الحقيقية فعلا. اكتشفت إني نسيت أنا بحب إيه. نسيت الهوايات اللي كانت بتسليني زمان، ونسيت القراية اللي كنت بعشقها، نسيت الموسيقى اللي كانت بتريحني، ونسيت حتى أقعد مع نفسي وأفكر بهدوء. اكتشفت إني نسيت أنا مين بعيد عن شغلي ومنصبي ودوري كموظف. الروتين اليومي القاتل ما كانش بس بيستهلك طاقتي وصحتي، لأ، ده كان بيقتل شخصيتي بالبطيء. كان بيقتل الهوايات، وبيقتل الشغف، وبيقتل الحماس، وبيقتل الإحساس بالحياة نفسها. بقيت مجرد نسخة باهتة من نفسي، نسخة بتعرف تشتغل كويس قوي، بس ما بتعرفش تعيش. حتى وأنا لوحدي في البيت في عز الراحة المفترضة كنت تايه، حاسس بغربة جوايا، وحاسس إني مش عارف أنا مين. ودي كانت لحظة مؤلمة جدا، لحظة فهمت فيها إن الجسم لما بيشتكي دي بتكون صرخة من الروح اللي جواه. الروح اللي تعبت من الإهمال، وتعبت من الجري من غير هدف، وتعبت من كونها مجرد أداة لتأدية الوظيفة. الروح اللي عايزة تتشاف، وعايزة تتسمع، وعايزة تتنفس. جسمنا ليه حق علينا، لازم نريحه، لازم نهتم بيه، ولازم نسمع لشكواه. وروحنا كمان ليها حق علينا، ما ينفعش نضغط عليها.
ونحملها فوق طاقتها. كل إنسان له قدرة تحمل معينة، وما ينفعش نفضل نضغط على نفسنا ونتخطى الحدود دي باستمرار عشان بنكلف نفسنا فوق وسعها. ليه بنوصلها لمرحلة الانهيار دي؟ الوقعة اللي وقعتها في الشغل دي على قد ما كانت مؤلمة ومقلقة، على قد ما كانت فرصة إني أقف وأراجع حساباتي تاني، وأفهم إن الحياة مش مجرد شغل وفلوس. فرصة إن أبدأ أدور على نفسي اللي ضاعت مني في الزحمة، وفرصة إن أسمع صوت روحي اللي بتصرخ قبل ما الصوت ده يختفي تماما. طيب، وبعد كل الوجع ده، وبعد ما شفنا نفسنا في مراية الحقيقة المؤلمة دي، وبعد ما اعترفنا إننا بنشتغل بس مش عايشين، السؤال الأهم: وبعدين؟ هل هنفضل كده؟ هل هنستسلم للدوامة دي ونكمل فيها لحد ما عمرنا يخلص، ولا في أمل؟ هل في سكة تانية نقدر نمشي فيها؟ أنا مؤمن إن في أمل، مؤمن إن الإنسان عنده قدرة على التغيير والتجاوز، وإن بعد كل الصعوبات في فرصة للنمو. الحل مش سهل ومش سحري، ومش هيحصل بين يوم وليلة. هو محتاج مجهود، ومحتاج صبر، ومحتاج قرار حقيقي من جوانا بالتغيير. بس الحل موجود جوانا إحنا نفسنا. أول خطوة وأهم خطوة في رأيي هي إننا لازم نخلق وقت لروحنا. زي ما بناكل ونشرب عشان جسمنا يعيش، روحنا كمان محتاجة تتغذى عشان ما تتبلش وتموت. محتاجين نخصص وقت كل يوم، حتى ولو ربع ساعة بس، نعمل فيها حاجة بتغذي روحنا دي. ممكن تكون لحظة تأمل هادية، ممكن تكون ممارسة هواية بسيطة بنحبها، ممكن تكون قراية كتاب بيلهمنا، ممكن تكون مجرد قاعدة في البلكونة بنشرب فيها كوباية شاي بمزاج ونتفرج على السماء، أو بنسمع موسيقى بنحبها. المهم إنها تكون لحظة بتاعتنا إحنا، بنفصل فيها عن الدنيا دي وبنتواصل فيها مع نفسنا. التواصل مع الذات ده هو اللي بيجيب السكينة والطمأنينة الحقيقية. تاني حاجة لازم نسأل نفسنا كل أسبوع بالصدق: أنا عايش ولا لأ؟ نعمل زي كشف حساب أسبوعي كده مع نفسنا يوم الجمعة مثلا، أو أي يوم أجازة. نقعد لوحدنا دقايق ونسأل: الأسبوع اللي فات ده عدى عليا إزاي؟ هل كنت مبسوط؟ هل كنت حاسس بوجودي؟ طيب، ضحكت من قلبي؟ عملت حاجة بحبها؟ قصرت في حق حد من قرايبي؟ طيب، قصرت في حق نفسي؟ الأسئلة دي هتساعدنا نقيم وضعنا أول بأول، ونشوف إحنا ماشيين صح ولا بنرجع تاني للدوامة القديمة. لو لقينا نفسنا مقصرين، ما نجلدش ذاتنا، بس ناخد قرار صغير: الأسبوع الجاي هعمل كذا عشان أصلح الوضع. تالت حاجة، لازم نعيد اكتشاف الحاجات اللي بنحبها، حتى لو حاجات بسيطة قوي. الشغل والروتين بيخلونا ننسى نفسنا وننسى إيه اللي كان بيفرحنا زمان. لازم نحاول نفتكر: كنت بتحب الرسم؟ هات ورقة وقلم وشخبط. كنت بتحب تسمع مزيكا معينة؟ شغلها تاني. كنت بتحب تتمشى؟ انزل اتمشى نص ساعة لوحدك كده. طب كنت بتحب تقرأ؟ هات كتاب صغير وابدأ فيه. مش لازم تكون حاجة كبيرة، مش لازم تكون محترف فيها. المهم انك تعمل حاجة بتستمتع بيها، حاجة بتفصلك عن ضغط الشغل، حاجة بتحسسك انك لسه فيك حتة طفل بيعرف يلعب ويفرح. رابع حاجة ومهمة جدا، إننا نعيد تواصلنا الحقيقي مع الناس. مش تواصل اللايكات والكومنتات السطحية اللي احنا عايشين فيه، لأ، تواصل حقيقي. نكلم أهالينا مكالمة طويلة شوية، نسمعهم فيها بجد ونسأل عن تفاصيل حياتهم. نقعد مع أولادنا نلعب معاهم أو نسمع حكاويهم من غير ما نمسك الموبايل. نتقابل مع أصحابنا القريبين في قعدة حلوة نتكلم فيها ونضحك ونفضفض بجد. نهتم بالناس اللي بنحبهم ونبين لهم اهتمامنا ده. التواصل الإنساني الصادق ده من أكتر الحاجات اللي بتدي للحياة معنى وقيمة وتحسسنا إننا مش لوحدنا. خامس حاجة، لازم نحاول نقلل شوية من وقتنا على السوشيال ميديا والتلفزيون. مش بقول نقطعهم خالص، أنا عارف إن ده صعب في زماننا ده، بس نقلل الوقت ونكون واعيين إن إحنا بنستهلك إيه. بدل ما نضيع ساعات في التقليب من غير هدف، ممكن نستخدم الوقت ده في حاجة مفيدة أكتر، أو حتى في إننا نقعد ساكتين شوية، ندخل جوه نفسنا بدل ما إحنا طول الوقت بنبص على حياة غيرنا.
وأخيرا، مش لازم نسيب شغلنا عشان نعيش. يمكن ده يكون الحل المثالي في خيالنا، بس مش الحل الواقعي لمعظمنا. الشغل ضروري ومطلوب، بس الفكرة إننا نغير علاقتنا بيه. ما نبقاش عبيد للشغل، نخلي الشغل هو اللي في خدمتنا. نحط حدود واضحة بين وقت الشغل ووقت حياتنا الشخصية. نتعلم نقول لأ لما نحس إننا مضغوطين فوق طاقتنا. ندور على المعنى والقيمة في شغلنا نفسه حتى لو كان بسيط، بإننا نتقنه ونحاول نلاقي فيه هدف أو مساهمة بنقدمها. نفتكر إن جودة الحياة وراحة البال أهم بكتير من كتر الفلوس وكتر الشغل. نسعى للتوازن ده بنيتنا الصادقة وعملنا المتقن. الحل مش وصفة سحرية، هو رحلة بنمشيها خطوة بخطوة، بنقع ونقوم، بس المهم ما نستسلمش. رحلة بنسترد فيها نفسنا وبنسترد فيها حياتنا قبل فوات الأوان. وصلنا لآخر محطة في رحلتنا النهاردة، رحلة الغوص جوه إحساس بيعاني منه كتير مننا. إحساس إننا بنشتغل وبنجري وبنتعب بس مش عايشين. لو كلامي ده لمس فيك وتر حساس، ولو حسيت في لحظة إني بتكلم عنك، لو لقيت نفسك بتقول جواك أيوة أنا كمان حاسس بده، فاعرف أولا وقبل أي حاجة إنك مش لوحدك. إحنا كتير أوي حاسين بالإحساس ده، بس يمكن بنخاف نعترف بيه حتى لنفسنا. الاعتراف هو أول خطوة عشان نبدأ نتغير. أول خطوة عشان نقول لنفسنا وللدنيا لأ، أنا مش هكمل بالطريقة دي. أنا أستاهل أعيش حياة أحسن وحياة فيها معنى، حياة فيها روح. أنا بشتغل، أيوة لسه بشتغل ولسه عندي مسؤوليات والتزامات زيكم، بس الفرق إني ناوي أعيش، ناوي أغير نظرتي للأمور، نويت أدي لنفسي حقها، ونويت أدي لروحي فرصة تتنفس. ناوي أضحك تاني من قلبي حتى لو الدنيا مكركبة ومليانة تحديات. الضحكة مش رفاهية، دي ضرورة عشان نقدر نكمل. ناوي أرجع لنفسي الحاجات البسيطة اللي كانت بتفرحني وضاعت مني في زحمة السنين والشغل. ناوي أرجع أتكلم مع اللي بحبهم بجد وأسمعهم وأحس بيهم ويكون وجودي في حياتهم حقيقي مش مجرد صورة. أنا مش هفضل أعدي الأيام كأنها عقوبة لازم أخلصها، لأ أنا ناوي أعيشها، أعيش كل يوم بيومه بكل تفاصيله الحلوة والمرة. أتعلم من الصعب وأفرح بالسهل. أتأمل في النعم اللي حواليا اللي ما بتتعدش، وأكون ممتن ليها بقلبي وعملي. الامتنان بيفتح أبواب الخير والرضا. ولو أنت حاسس زيي، لو جواك صوت بيقول كفاية، اعرف إنك مش لوحدك، واعرف إن الأوان لسه ما فاتش، باب التغيير لسه مفتوح قدامك. قوم دلوقتي، قوم من مكانك. لو قاعد في مكتبك بص من الشباك، لو في بيتك افتح الشباك أو البلكونة. خد نفس بجد يملى صدرك هوا نضيف، وفكر بصدق مع نفسك. ايه الحاجة الصغيرة قوي اللي تقدر تعملها النهاردة عشان تبدأ تعيش؟ ممكن تكون مكالمة لوالدتك تطمن عليها بجد، ممكن تكون كلمة حلوة لمراتك أو لجوزك، ممكن تكون حضن لابنك أو بنتك، ممكن تكون 5 دقايق تقرأ فيهم صفحة من كتاب بتحبه، ممكن تكون إنك تقفل الموبايل ساعة بدري عن ميعادك وتنام وترتاح شوية. ممكن تكون أي حاجة بسيطة، بس تكون بداية. البداية هي أهم حاجة. ابدأ النهاردة وما تأجلش لبكرة، وما تخافش، أنت أقوى مما تتخيل، وروحك مستنياك ترجع لها. بعد كل تعب في راحة، وبعد كل ضيق في فرصة للفرج، بس لازم نسعى للراحة دي، لازم ناخد خطوة ناحية النور. أتمنى نكون الحلقة دي كانت سبب في إنك تفكر شوية، أو يمكن تاخد قرار يغير حياتك للأحسن. شكرا ليكم، شكرا إنكم استحملتوني شوية دول، وأتمنى لكم جميعا حياة حقيقية.